كلنا سنسأل بين يدي الله يوم القيامة. أتدرون ما أزمتنا؟ أزمتنا ليس كما يظن البعض أزمة مال، ولا أزمة اقتصاد، ولا أزمة سياسة، ولكن الأزمة التي تحياها الأمة أزمة أخلاق. مسلم يقف بجوار مسلم في الصلاة ولا يكلمه، أخ يعيش مع أخاه في بيت واحد ولا يكلمه، جار بجوار جاره ولا يكلمه. الزوجة الآن في البيت يرتفع صوتها على زوجها، الأبناء الآن ترتفع أصواتهم على آبائهم، والسبب في ذلك أن الحياة كلها أصبحت كذب في كذب. تخيل الرجل يكذب على زوجته، والزوجة تكذب على زوجها، الأخ يكذب على أخاه، والأخت تكذب على أختها، الأب يكذب على أبنائه، والأبناء يكذبون على آبائهم. فورب الكعبة أزمتنا ليست أزمة مال كما يظن البعض، وليس ارتفاعا للأسعار ولا غلاء للدولار. أتدرون لما؟ لأنني على يقين مطلق أن الجميع مرزوق بيد الله الواحد القهار. رازقك في الظلمات من؟ الذي رزقك في ظلمة البطن من؟ والذي رزقك في ظلمة المشيمة من؟ رازقك في ظلمة الرحم من؟ من الذي رزقك وأنت طفل صغير لا لك سن تقطع ولا قدم تسعى ولا يد تبطش؟ الأمة الآن بعدما تركت رب الأمة أصابها ما أصابها. تعلق بربك يوما من الأيام وسل نفسك: من الذي وقف على بابه فطرده؟ من الذي استعان به فما أعانه؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه؟ إنه الله، ولكن الأمة لم تقدر الله حق قدره. يا سادة، نوح دعا ربه ب3 كلمات: أني مغلوب فانتصر. داود امتلك الدنيا ب2: هب لي حكما. أما نحن الآن تعلقنا بالبشر بدلا من أن تتعلق برب البشر. سل نفسك الآن: من الذي أنقذ الرضيع عندما انهارت عليه البيوت ويظل تحت الأنقاض 3 أيام وهو طفل رضيع، وبعد ذلك يخرج حيا بقدرة الله؟ ومن الذي أهلك الرجال الذين زعموا أنهم ملكوا الدنيا بقوتهم وبمالهم وبأجسامهم فانهارت عليهم البيوت؟ من الذي أمسك الأنقاض حينما احتضنت الصغيرة أخاها ورفعت يدها؟ إنه الله، ولكن الأمة لم تقدر الله حق قدره. نحن في أمس الحاجة إلى الله، نحن في أمس الحاجة إلى العودة إلى الله، نحن في أمس الحاجة إلى أن نتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله. علموا أولادكم كيف كانت أخلاق النبي مع أعدائه، علموا أولادكم كيف كانت أخلاق النبي مع أصحابه، علموا أولادكم كيف كانت أخلاق النبي مع جيرانه، علموا أولادكم كيف كانت أخلاق النبي وهو بالمكانة من الرب العلي. تخيل: تلقى القاذورات على جسده، ويلقى سل الجزور على جسده، ويهدد بألا يصلي في حجر الكعبة، وأبو جهل يقول: لأطأن رأس محمد بقدمي هذا.
وعمر ينظر إليه فيقول له ادعوا عليهم الله، فيقول لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يا سادة، ورب الكعبة نحن في أمس الحاجة إلى الله. القيامة قد اقتربت، وكثرة الزلازل التي تحدث الآن من قرب قيام الساعة. حدثوا أنفسكم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكسر الجهل وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان ويتطاول الحفاة العراة في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني مكانه. حقا نحن في زمن نحسد فيه الأموات، حقا نحن في زمن ضاعت فيه أخلاقنا. ثم بعد ذلك نقول بأن الغرب قد أساءوا إلينا، نحن من أسأنا إلى أنفسنا، والسبب أننا لم نلتزم أخلاق نبينا محمد. ضاع الأدب فيما بيننا، ضاعت الأخلاق فيما بيننا. واسمع ماذا أختم به. أبو بكر وعلي الاثنان يقفان أمام حجرة الحبيب النبي. انظر إلى الأدب الذي افتقدته الأمة الآن. فأبو بكر يقول لعلي تقدم فكن أنت الطارق أولا على باب رسول الله، وعلي يقول بل تقدم أنت يا أبا بكر فكن أنت الطارق أولا على باب رسول الله. نظر علي إلى أبي بكر فقال كيف أتقدم على رجل قال النبي في حقه ما غربت الشمس ولا طلعت على رجل أفضل من أبي بكر الصديق. فنظر أبو بكر إلى علي وقال وكيف أتقدم على علي الذي سمعت الحبيب النبي يقول في حقه زوجت خير النساء لخير الرجال. فرد علي على أبي بكر وقال كيف أتقدم على رجل قال النبي في حقه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله يا أبا بكر ادخل الجنة أنت ومن أحبب. فرد أبو بكر على علي وقال كيف أتقدم على رجل قال النبي في حقه إذا كان يوم القيامة يركب علي الناقة هو وزوجته وأولاده والناس ينظرون إليه فيقال أي نبي هذا؟ فيقال إنه علي كرم الله وجهه. فنظر علي إلى أبي بكر وقال كيف أتقدم على رجل قال النبي في حقه لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح بهن إيمان أبي بكر. فرد أبو بكر على علي وقال كيف أتقدم على رجل قال النبي في حقه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله يا محمد لقد كان لك أب حسن وأخ حسن فأما أباك الحسن فخليل الرحمن وأما أخاك الحسن فعلي كرم الله وجهه. أبو بكر يقول كيف أتقدم عليك يا علي وأنت الذي قال النبي في حقك أبشر فلقد أعطاك الله ثلاثا لم يعطهن أحد من قبلك ولن يعطهن أحد بعدك. لك زوجة هي سيدة نساء أهل الجنة، ولك ولدان هما سيدا شباب أهل الجنة، ولك حما هو محمد رسول الله. ظل الاثنان هكذا أمام حجرة الحبيب المصطفى
إلى أن نزل جبريل على قلب النبي الأمين قائلا له: السلام، يقرئك السلام ويقول لك خارج الحجرة أبو بكر وعلي، اخرج إليهما وكن ثالثهما وأخبرهما: يا رسول الله، لو أن البحار كانت مدادا والأشجار أقلاما وأهل السماوات وأهل الأرض كتابا لعجزوا عن وصفكما وعن وصف أجركما عند الله جل وعلا. أين نحن من هؤلاء الرجال؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطرح.